بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بقولك ايه، ما تيجي النهاردة نعمل كده شوية سبانخ، حاجة على قديمه. مع احترامي لأي حد بيعمل سبانخ على الطريقة الحديثة، بس السبانخ على طريقتنا مختلفة جدا، بتدخل كده على قلبي على طول. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، وهم حاجة قديمة قديمة قديمة. وهنقول بسم الله ونبدأ. عندنا لحمة طبعا، ده نص كيلو لحمة هنعمله بشوربة علشان نطبخ بيه السبانخ. واول حاجه طبعا احنا قطعنا اللحمه وغسلناها وصفيناها. طالما انت جايباها من جزار نضيف، يعني هي ايه، تشطفيها كده بشويه ميه بس، وصفيناها من الميه. وعندنا هنا حله حطينا فيها شويه زيت او سمنه او زبده، الماده الدهنيه اللي تحبيها، بس هو السمنه طبعا عموما خفيفه. وحطينا فيها مستكه وحبهان، بنفتح الحبهان كده ونحطه في الزيت. وعندنا طبعا قطعه من الدهن كده الاول هنحطها عشان دي طعم حلو. بعد كده نبدأ نشوح اللحمة. احنا طبعا عملنا اللحمة قبل كده مع بعض وعارفين طريقتها ازاي. انا بعملها شوربة بني، الشوربة بتاعتها بتبقى غامقة، مش بحطها في مية واسلقها عادي، لا، انا بشوحها الاول في الزيت وبعد كده احط لها المية. يعني العملية دي كده بتاخد لها حوالي ربع ساعة. احمرها من الناحية دي واقلبها، احمرها من الناحية التانية، وبعد كده اوطي عليها النار واغطيها واسيبها تستوي شوية في المية اللي هتنزل منها وتشرب المية بتاعتها. وبعد كده هيبقى لونها بني، تتكرمل كده، بتبقى طعمها لذيذ جدا. هنشوفها مع بعض دلوقتي. اغطيها بقى، هي فيها المستكة والحبهان، ومعانا هنا بصلة صغيرة هنحط فيها شوية فلفل اسود وكمون. لو عايزة تحطي كمون حب وفلفل حب حطيه معاها مع اللحمة نفسها، بس الطريقة دي حاجة قديمة حلوة قوي. جبنا البصلة فتحناها وحطينا فيها شوية فلفل وشوية كمون، وهنهدي عليها النار ونغطيها ونسيبها تستوي بقى. هتنزل مية وهتشربها، تلاقي عندك مية كده نازلة منها، سيبيها هي هتشربها. وعندنا مية احنا غالينها، اغلي مية، ما تعمليش مية باردة، ما تحطيش طبعا ملح، احنا عارفين القواعد بتاعت سلق اللحمة. شايفة كده الشكل؟ بصي كده على الحلاوة، خلاص عملت لون بني حلو قوي. والبصلة اتحمرت، هننزل بقى بمية من الكتل، مية سخنة مغلية علشان تاخد عملية غليان على طول. وما تغطيش عليها غير لما نشيل الريم اللي على الوش. بس هي بصراحة كانت حلوة، ما طلعتش الريم كتير، ده هما معلقة كده بالكتير خالص. زي ما انتم شايفين كده، اول ما تغلي ما تغطيهاش غير لما تشيلي الريم اللي عليها. وبعد كده بقى تنقليها على نار هادية وتسيبيها تغلي براحتها خالص، تاخد بقى ساعة، ساعة ونص، يعني على حسب الوقت اللي هي تستوي فيه. شايفين الشوربة بتاعتها لونها ايه؟ هو ده اللون اللي احنا عايزينه. اغطيها بقى وانقلها على نار متوسطة كده، متوسطة الهادية، ما تعليش عليها النار لانها المية بتاعتها هتخلص وهتلاقيها لسه ما استوتش. واسيبها بقى على النار تستوي براحتها خالص. هنا بقى عندنا السبانخ هنجهزها. عندنا السبانخ بالخضرة بتاعتها طبعا، هنقطعها مع بعض. نقطع السبانخ مع الخضرة كلها مع بعضها. خلاص احنا غسلينها ومنضفينها، مش هنغسلها بعد ما نقطعها، لا، احنا هنغسلها الاول، نغسلها كويس جدا ورقة بورقتها، لان الورقيات دي بيبقى فيها القواقع، بيبقى فيها اي حاجة مش نظيفة، فاحنا نغسلها بالورقة كده وننضفها. وبعد كده خلاص نخرطها بقى، هي كده نطفت، ونحطها في مصفى ونسيبها نطبخها على طول مباشر. هنبدأ هنا في السبانخ ونقول بسم الله. طبعا الطريقة دي قديمة، بتاعت ايه، امهاتنا واجدادنا. معايا بصلاية كده حلوة هنقطعها ونحطها في النار لغاية لونها ما يصفر.
وعندنا هنا اللحمة بتستوي. احط لها شوية زيت حلوين كده، حوالي ربع كوباية، واقلبها عقبال ما اللون بتاعها يصفر. شايفين اللون ده اللي احنا عايزينه، مش عايزينها لونها فاتح قوي طبعا ولا غامق قوي. وهننزل عليها بقى بالطماطم، ونحط لها ملح وفلفل. انا بطبخ السبانخ بملح وفلفل اسود بس علشان ادوق طعم السبانخ. احنا متفقين ان طعم الحاجة احلى كتير من البهارات الكتير دي احطها في تتبيلة، احطها في كفتة، احطها في حواوشي. انما لما اجي اطبخ يعني اقل بهارات ممكن تحطيها. امهاتنا زمان كانوا بيحطوا فلفل وكمون وملح وكزبرة، هو ده البهارات اللي كانت عنده. هسيب الطماطم اول ما تغلي على طول هنزل عليها بالسبانخ، لان طبعا السبانخ مش عايزين تاخد وقت في التسوية عشان ما تفقدش القيمة الغذائية بتاعتها. شوفي انت كل الكمية الهايشة دي قدامك، شوية كده وهتلاقيها كشت في الحلة. احنا متفقين ان الخضرة محطوطة معاها. معانا بقى مكون كده حلو هنحطه معاها، هو ده اللي هيغيرها خالص. الكمية دي هغطي عليها 5 دقايق وهتلاقيها خلاص نزلت. نحط طبعا شوية شوربة كده حلوين. اللحمة استوت، هنحط الاول شوية شوربة وبعد كده نحط اللحمة. اغطي عليها بقى واسيبها. هنا انا كنت عامله رز، طبعا انتوا عارفين الرز بيتعمل ازاي، عملناه قبل كده مع بعض كتير. شايفه كده السبانخ خلاص كشتها في الحله. ده بقى العدس، ربع نص كوبايه عدس مع شدتين سبانخ. ربع كيلو عدس، مش رز بقى ولا اي حاجه. ولو عندك فول اخضر ممكن، بس العدس بيمسكها كده ويخليها شكلها محترم وطعمها بيبقى حلو جدا مع العدس. حطينا العدس، اول ما تدخل في السوا نحط العدس، وحته الدهنه دي طلعناها طبعا حطيناها معاها. وهنحط اللحمه بعد ما اتسلقت مع السبانخ. وفي ناس الاول بتسوي اللحمه وبعد كده تحط عليها الصلصه وتحط السبانخ. انا جايبه لكم طريقه قديمه. كل المكونات كده مع بعضيها، نظبط لها بقى ملح وفلفل ونسيبها تستوي براحتها. هنا الحله عندنا فيها ايه، بصلايه صفرناها الاول وحطينا عليها الطماطم. اول ما الطماطم غليت مش هتتسبك، هتغلي بس. هنحط عليها السبانخ وشويه شوربه، وبعد كده العدس. اهم حاجه العدس، نص كوبايه عدس نغسلها ونحطها عليها. شايفين بقى اللون والريحه، لو كنتوا شامين الريحه ريحتها جباره. هنعمل لها بقى اهم حاجه الطشه بتاعتها زي الملوخيه، توم وكزبره بندقهم في الهون ونحطهم كده مع حته سمنه او زيت براحتك اللي يريحك. الطشه دي اللي هي بتاعت الملوخيه، دي بتتعمل للسبانخ. نحط لها بقى كده ايه الطشه بعد ما استوت. الله، كانت بجد طعمها وريحتها يجننوا. احلى طبق سبانخ ممكن تاكليه. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وتقولي ايه رايكم في السبانخ. نغرف كده طبق ومعاه شويه رز بشعريه خلاص. ايه رايكم في الشكل؟ يلا جربوها والف هنا. سلام.